كريستيانو رونالدو في النصر السعودي، في النصر السعودي. أيوه في النصر السعودي، طبعا مش تقليلا من النصر السعودي ولا من أي فريق في السعودية، ولكن المعنى إنه اللي يقول لك الفلوس ما تشتريش كل حاجة، قول له اسمح لي. ف يعني واحد زي كريستيانو رونالدو، وهو ما زال في عطائه، قمة عطائه، يعني مش قمة عطائه، ولكن كريستيانو رونالدو يا اخواننا، يعني ميسي هو نفس الموضوع، جايب كأس العالم اهو. ولو ميسي لو كريستيانو رونالدو لولا التصرفات اللي عملها في نادي مانشستر يونايتد والتصرفات اللي عملها مع المنتخب، كان لعب مباريات كاملة. ولكن كريستيانو رونالدو في النصر السعودي، فده دليل على انه الفلوس تعمل اللي انت عاوز تعمله، فيما عدا الصحة والصحة والأجل والحاجات اللي كده يعني. أما بقى ما بقى، ما تقوليش الفلوس ما تجيبش كل حاجة. لا، الفلوس بتجيب كريستيانو رونالدو، وتجيب ممكن ميسي، وتجيب لو عايز مبابي هيجيبه. فطبعا مؤكد أنه ليس تقليلا من النصر السعودي، ولكن بيقول لك ده 2 مليون ريال في اليوم. كريستيانو رونالدو بياخد 2 مليون في اليوم. في... انا ليا 20 سنه بالظبط، 22. انا في 2001 بدات غربتي، تغربت في الخليج. 22 سنه، لو لميت اللي عملته كله في غرفة، ده مش في غرفتي، في حياتي كلها، في حياتي كلها من ساعه ما بدات اشتغل، باللي صرفوا عليه ابوي بكله، نقولوا ما يجيش ساعة من رونالدو، ساعتين مثلا، يا سيدي خليه يوم. يوم. حياتي كلها ما تجيش لعب يوم، هو لعب يوم ما بيلعبش كل يوم، ده تمرين يوم من كريستيانو رونالدو. الحمد لله رب العالمين على كل حال، سلام عليكم.